الف الف مبروك يا استاذ. ايه؟ المدرسة اتهدت. هتقدر تتصرف في الارض دلوقتي، هتجيب لك الوفات. سلفة وانت قابض امبارح. ظرف طارئ. بس لو فهمي بيه عرف انك بتستلف وانت لسه ما كملتش 6 شهور هيتضايق جدا وجايز ما يثبتكش. ارجوك يا فندم ما تعرفوش. ازاي بس يا شريف؟ انا ما عنديش سلطة صرف فلوس من غير البيه ما يمضي. عموما روح الجمرك خلص شغلك وتعالى، جايز كله يتحل. الورق النهارده لانه مترتب عليه حاجات كتير بالنسبه لي. المكنه اي كلام. المهم انه مطابق للمستندات القانوني ولا لا؟ رغم ان كل حاجه قانونيه لكن للاسف وانت عارف وانا عارف لكن مضطر امضيلك. انا ما بديش سلفيات. البني ادم اللي يمد ايده النهارده ويستلف يمد ايده بكره ويسرق. اشتغل وما تستلفش. يا فندم انا مستعد اشتغل ليل ونهار. روح لسعيد شوفوا هيتصرف معاك ازاي. نعم يما. الحلوين زعلانين ليه يا ضنايا؟ شريف يما. ماله يا حبيبتي؟ تصوري غايب عليا طول النهار ولسه راجع دلوقتي، ما فكرش حتى يرفع عينه ناحيتي. معلش يا ضنايا بس تلاقيه يمكن راجع تعبان ولا متضايق من حاجه. وهو لو متضايق هيلاقي مين غيره يشتكيه؟ ما تحبكهاش قوي كده امال. قبضت يا شريف؟ لسه ما قبضتش. لا انت قبضت ومخبي عليا. هو في موظف لسه ما قبضش لغايه دلوقتي؟ انت عايز الصراحه بقى؟ انا قبضت بس ضيعتها، اتسرقت مني. معقول؟ في راجل طويل عريض زيك يتسرق؟ يعني انا كذاب؟ لا انت بتتهرب ومش عاوز تساهم في بنى المدرسه. طب وانا هيعود عليا ايه بس بنى المدرسه دي؟ يا ابني ما كانش يعود عليك انت، هيعود على اهل الحاره، الحي، الناس هتتعلم. ما عادش حد بيقول الكلام ده في الزمن ده. لا طول عمرنا بنقولها وهنفضل نقولها بقى. يا ابني ده احنا بنلغي اسم العيله، اسم الاب ونحط اسم البلد. رفاعة الطهطاوي، عبد الرحيم القناوي، الجرجاوي، الشرقاوي، كله ما قطعتهاش كلمه انا، وانا مش هقطعها طول ما انا عايش. كفايه تخريب بقى. انا بخرف يا ولد؟ ما اخرنا وجايب لنا البعض ورحنا احتمالنا للصلاه. دي اخر مره اسمح لك تمد ايدك عليا. اياك ترفع ايدك عليا تاني، اياك يا لطفي. شريف بقى زي العجينه في ايدك، تقدر تشكله زي ما انت عايز. شيله البضاعه وابعته الامنيه. ايامك يا عم، دولارات، تذكرة سفر لليونان، وكل ده على حساب المؤسسة. انا مش هنسالك الجميل ده ابدا يا سعيد بيه. جميل ايه يا راجل؟ عيب تقول كده. ده انت اجتهادك في شغلك وكفاءتك هم اللي رشحوك. يعني انت مبسوط مني؟ قوي قوي قوي. ده انت دلوقتي تساوي $1,000,000. مش للدرجه دي يعني. انت اصلك مش عارف قيمة نفسك. طب استاذن انا، السلام عليكم. مع السلامة. اشوفك بخير. مع السلامة. شريف لو سمحت تجيب لي معاك علبة زيت زيتون، اصله بيريحني في الاكل قوي. ما تنساش فهمي بيه، بيموت في زيت الزيتون. مش عايز اي حاجه تاني؟ متشكر قوي يا شريف. طب سلام عليكم. مع الف سلامة. مع السلامة. الكاف كفاية عليا الستر، ده انا شيك ومش صايع. والشين شار الود يا ناس والله ما انا بايع. والريه راضي بنظرة واحدة مش اكتر، واليه يا بايع الناس اوعى تزودها لا تتبعطر. وكشري
وكشري. شريف الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. وحشيني قوي 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 قوي، وانت اكتر. ده بتبص لي كده ليه؟ مش مصدق نفسي. شريف ابو زيد في اليونان. انت لسه شفت حاجة؟ انا معاكي بشوف الدنيا كلها. انا حجزت لك في الاوتيل اللي انا فيه. جنب اوضتك. ايوه. خلاص يا ده. متشكر. كاستو بوليس. كاستو. الأنقاض دي ما تجيبش 400 جنيه، انما عشانك انا هدفع 500. 500 جنيه يعملوا ايه يا معلم؟ هي الشروه دي بالمبلغ ده؟ فكر ورد عليا يا استاذ. احنا نشوف غيره يا استاذ. ايه غيره؟ نعرف مية السوق. افهم يا استاذ، انا مفيش معلم يتعدى عليا في حارتي. لا هو حصار يا معلم. سميه زي ما تسميه، انما كل حاره لها المعلم بتاعها، وانا المعلم بتاع الحاره دي. فكر ورد عليا وافهم، الاناض دي هتفضل واقف لحد انا ما اشتري. ما توافقش ابدا يا استاذ لطفي. بس انا شريكك في لعبه الانقاض دي. هي الاناض لعبتك يا معلم شيكو؟ وهي الانقاض ايه يا معلم؟ مش مبان على الشبابيك على حديد على كشري. يا صباح الفل. الله لا لا لا، بقى في حد ينام في التقفيله دي برضه؟ ايه ده ايه ده ايه ده يا شريف؟ النور بيتعب عينيا. نور ايه بس اللي يتعب عينيكي؟ ده الجو النهارده جميل والشمس ايه كده اهو. وبعدين انا قلقت عليك وانت نمت كتير قوي. قلقان ليه بس؟ مش كنت نزلت تتمشى في الشوارع شويه؟ اتمشى اروح فين؟ ما انت عارفه ان انا خيبه. طب ننزل سوا، بس من فضلك اطلب لي قهوه. مفيش قهوه ولا حتى سجاير قبل ما تفطري. يمقتوكي ويعدموكي العافيه. انا مش متعوده اكل قبل الساعه 2. عشان ايه بقى؟ علشان ما اتخنش. هو في احلى من الست التخينه المربربه دي؟ مربربه؟ دول كانوا يرفدوني من شغلي. احسن، عشان تتجوزي بقى وتكوني بيت وتخلفي عيال وتسيبك بقى من الشغله اللي واخداكي بالكيلو دي. انا اتجوز واخلف عيال؟ ايه ده؟ لينا عندهم فطار وغدا مع بعض. استنى مين اللي هياكل ده كله؟ ايه
هناكل وندبها عشان نعوض تعب امبارح ونقدر على تعب النهارده. الرجيم يبوظ. ما يبوظ ولا يطلع، هو بتاعنا. بس انت بقى ايه، تاكلي كده وتضمي وانا اخليكي تربي عضل كمان وهعمل ايه بالعضل؟ عشان تقدري على الراجل والبيت وخلفة العيال. بيت وعيالي. هتفضلي لعبة حلوة ملهاش صاحب لحد امتى؟ وانا ناقصني ايه؟ ناقصك انك زي بيت حلو من غير سكان، زي ارض فاضية من غير بنا. خرابة يعني. سامحيني بس اي واحد ولا واحدة يقعد من غير جواز يبقى زيه زي الخراب، يحوي واغش. ياه، ده انتوا عايشين عيشة اخر عز. العمر قصير. قصدك الفلوس هي اللي كتير. قول لي يا شريف، انت عايز ايه بالظبط؟ خايف لا اصحى من الحلم ده، لا الاقي العز اللي انا فيه ولا الاقيكي. كل حاجة بتمنها، 1000 وال10,000 والمليون. تقصدي ايه؟ مش فاهم. جرسون، عايزة قهوة سادة لو سمحت. تحت امرك. لا، 2 عصير. تحت امرك. هو ده بيفهم عربي؟ معظمهم كانوا جرسونات عندنا قبل شبابنا احنا ما يطلع يشتغل جرسونات ومرمطونات في العالم كله. انت تعرفي الكلام ده منين؟ انا كنت منهم، اشتغلت 100 حاجة في 100 حتة لغاية ما فهمي وسعيد ظهروا في حياتي. معقول الكلام ده؟ بقى موني البرنسيسة اللي بتلبس بالشيء الفلاني وراكبة عربية، معقولة جربت الفقر والجوع؟ ونمت ليالي كتير من غير عشاء. انت فاكرني ايه؟ هانم؟ ليدي؟ ابويا ساب لي عزب وعطيان. المكافأة البسيطة الهايفة اللي خدناها بعد ابويا ما مات اخدها جوز امي، حضر بيها اوراقه وسافروا هما الاتنين، وقالت لي هبعتلك. وبعتتلك؟ بعتت لي ايه؟ دول رموني رمية الكلاب عند خالتي وجوزها. كنت بخدمهم علشان اللقمة ويا ريت عاجب. جوز خالتي زهق مني ورماني في الشارع رمية الكلاب. بحبك. واللي دبلتها في ايدك كانت قبل ما اعرفك. انت لسه ما عرفتنيش. انا مستعد اتجوزك فورا. عشان تلبد لفهمي وسعيد، ولا عشان تعمل حاجة لنفسك، ولا عشاني؟ عشانك وعشان نعمل حاجة لنفسينا. يا ساتر، مفيش حب لله في لله ابدا. احنا الاتنين ممكن ننطرد من عند فهمي في اي وقت ومن غير اسباب حد، وساعتها هنرجع الفقر تاني.